ميكانيكال تنشن هو اللود والحمل اللي انت بتحطه من خلال الاوزان في المجموعه بتاعتك اللي انت بتلعبها، بتوصلك بعد فتره من العدات ان انت ما كنتش قادر انك تكمل التمرينه، بدات تحس انك مش قادر انك ترفع الوزن اللي انت شايله. ده تحديدا بالبلدي الميكانيكال تنشن. الميكانيكال تنشن والخناقات اللي قايمه على السوشيال ميديا بتقول لك انك محتاج انك توصل لرينج عدات من 6 ل 8 عدات او من 6 ل 10 عدات، بس كل الدراسات اللي اتكلمت عن حته الميكانيكال تنشن انت ممكن توصل من 5 ل 30 عدد. الشرط الاساسي انك تحقق القاعده، انك توصل بالمجموعه بتاعتك انك فعليا ما كنتش قادر تشيل الوزن او قربت من الحته دي، بغض النظر العدات اللي انت وصلت لها. يعني لو انت جبت وزن عالي وانت بتتمرن تمرين زي الشيست بريس مثلا، والوزن ده كان تقريبا 80% من ال1 ريب ماكس بتاعتك، بدات تتحرك في الوزن وجبت بيه 6 عدات وبعدها وصلت لقرب الفشل العضلي او للفشل العضلي، في الوقت ده تحديدا انت قدرت بالست عدات اللي انت جبتهم انك تحقق المبدا المطلوب منك، وهو انك تحط ميكانيكال تنشن على العضلات. ايه رايك ان حد تاني جاب وزن اقل يصل مثلا ل 50% من ال1 ريب ماكس بتاعته في نفس التمرين، وبدل ما يجيب الست عدات راح جايب 30 عد؟ هل كده مش هيزيد عضلات؟ هيزيد والله. اتس ايكوال. طالما حققنا المبدا المطلوب مننا وهو مبدا الميكانيكال تنشن على العضله، فانت فعليا هتزيد بغض النظر عن الريب رينج بتاعك او العدات اللي انت بتجيبها اثناء التمرين.